تفضل. الخوف من الله هو أحد الجناحين اللذان لا بد لكل مسلم أن يكون عنده، جناح خوف وجناح رجاء. المسلم كالطائر لا بد أن يكون له جناحان، أحد هذين الجناحين الخوف والآخر هو الرجاء. سج بوصل سجى أول سنة وقت سنة أول يشتغل عم خلر أختار سن أوراح الرجاء يأخذ الحم خلديس وق أوراح الخوف يأخذ الحم خلديس. خوف يأخذ إذا ديال خير ده رجاء يأخذ الحم ديال أكيتم ستوسش خلر دوق دوقش خلر ده. وكل من الخوف والرجاء لهما مرتبتان، مرتبة لا ينبغي ولا يجوز إلا أن تتعلق بالله، ومرتبة يمكن أن تتعلق بما سوى الله. ديال خير اللي ديال أخيتم ستوسش دوق دوقش خلر يأخذ دوق شن حما شدرج دسن صارك تحدرج الله ثاني معك خلطان بواتج ده الله حقق معك سو خلي تشوي ده أوج درج ديال واتش إنساني سو خلي تش سو بيحكوا بواتج ده. فكما أن الجنة كلنا يرجوها ولا يمكن أن يرجوها من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى، فهذا رجاء يختص بالله. يوصم لي ويهارني يوصم لك ستوسش خلرا تر ستوسر دوق داخل يا حفظ الله سحم طريال مالري ديال خير ديال أخيتم ستوسر يا از يوصم لك ستوسر يا حفظ الحمز از الستوسر يا دوق دوق خلر يا از ديال دوق دا ستسا خلر يا از ديال أخيتم ستسا خلر دوق داخل يا خر از ديال يوصم لك ستسا خلر دوق داخل يا معم كويس أتحي ازم الله ثاني معك يا خلي تشولج دات سوكس. وهناك درجة أدنى من هذا يمكن أن تتوجه إلى المخلوقين، فكلنا مثلا يرجو من زوجته أن ترضى عنه، فهذا رجاء مشروع. بغداد ستوصل دوق داخل يا دولج دول صحن جاها لغة دولج دول درج ده كل مثلا كل مجاز ديرزي كل مجاز خليت يشولش مثلا شي فوسمنا مثلا شي حم توادلش ستوس سبو ديكلش ستوس مثلا كلهم ستوس دوق داخل يا دولج دول أصحابنا ثم عند كلهم ديرزي يشولش ده وينيق يلاحظ ده. وأما الخوف فهناك أيضا رتبة من الخوف لا ينبغي أن تتوجه إلى أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك خوف طبيعي كخوف الإنسان من النار أو خوف الإنسان من الألم أو خوف الإنسان من المرض. الذي لا يخاف من هذه الأشياء يعني لا يكون إنسانا طبيعيا. سيجا ارسم التلاج يستيستون خلوج الحمد اسقير يا أبغض ديال قير يا أجد سحب يا ديال قير يا شو الله درجة دوا أجد تصير قير موضوع داشين زيني دولج الحما قير سو تصير مثلا زيني دولج الحما يسك شيء قير دولج دول الدنيا إن شاء الله تجولج حما قير جوات دولج وسق تساسق سق سانيس واتش ساعد وتزا واتش خلوج دس سقي جاه ساعد موج موج سقي جاه تصير قير زيد دولج الحما قير خلد يزجد. لكن أحيانا يرتفع الإنسان في رتب التقوى وفي رتب القرب من الله سبحانه وتعالى فيتقي الله، فإذا وصل إلى هذه المرتبة الخاصة سقط المخلوقون من عينه. تعوض وصلك ديال قير يا صحن جاه لقر درجة لقواص ديال قير يا الحم جتر شو أخذ صندوق جاه إز درج سوداء قشت درج يزدق يا شيء ديال وقت شو قير يا دولج الحمة يقول ما قير يا الحم صندوق البعض. وصار يرى كل ما يحصل في الكون
على أنه من الله وبالله وإلى الله. Och alınca hamel xuluj dol ham dialgar dolar ki dial bahan yatta xuluj dolar ki dial xuluj dolar ki xolsun sudaha qollama qirat izderige dialgar dolun dialgar qir ma'ka khalatsin. ويحكون في ذلك حكاية في بعض كتب الآداب أن رجلا من الصالحين قام فصلى، فبينما هو في صلاته إذا بسبع يقترب منه. تصدق جينش كعبا تصدق لامزا يأتاو لامزا أزلاتش لامزا لاتش والجو تصعيق حجر دواج زير صور. فلما اقترب منه ووجده على هذه الحال فر من أمامه ولم يمسه بسوء، فقالوا إن خوفه من الله أخاف السباع والوحوش منه. تصدوسر كعبا لامزا أزلاتش اس اعتن حاجة بين شو تعكير من صغدر دعا غرزها. فالخوف هذا شعور غريزي لا يذم صاحبه عليه إلا إذا أدى إلى أن يخالف أوامر الله أو يقع في مناهي الله لأجل أنه يخاف من غيره، فحينئذ كأنه يقدم الخوف من المخلوقين على الخوف من الملك الجليل سبحانه وتعالى. هذا هو الخوف المذموم. الخوف المذموم هو الذي يؤدي بالإنسان أن يقدم طاعة المخلوقين على طاعة الله لأجل أنه يخاف منه. هذا هو المذموم، وليس مجرد الخوف الغريزي من الأشياء التي يخاف منها عامة بني الإنسان. بس ده هو تشوف قير يا زومك دجول قير مرة ده يعني قال شيء دل أعسقه جدال سعدية وشول شيء ده يا فرد سديج ناقة قير ناقة قير حلقة ضعطش إيش أصحاب دعك إصدقس ومك دجول قير ده. أرجو أن يكون الجواب واضحا الآن ولا لازال هناك غموض. خاطر دمو الجواب بلغ خلر ستوس أس يا بلغ صداع ده ساعة جالس. طيب الحمد لله.